هنتكلم دلوقتي يا شردي على ورق اللورا او ورق اللورو. في ناس بتقول لك لورو وفي ناس بتقول لك لورا. انا دي اكبر ورقه شفتها ولا عشان هي قليله؟ لا، هي عشان متغذيه كويس. الان بي كي اللي انت قلت عليه ده بتاخد ان بي كي ده بودره ان بي كي 19 وعناصر صغرى مرتين في الشهر لكل النباتات اللي عندك جوه بره في اي حاجه. اوكي، انت قلت معلقتين كبار ان بي كي ومعلقتين كبار صغرى. كل لتر محتاج نص معلقه شاي ان بي كي ونص معلقه شاي عناصر صغرى. واي كيس انت بتشتريه من ده مكتوب عليه تستخدم منه قد ايه. اوكي، اللي هو الان بي كي ده. والتاني اسمه عناصر الصغرى، اسمه كده. العناصر الصغرى اللي هي بقى ايه؟ المنجنيز والحديد وكل العناصر الفيتامينات الاخرى اللي يحتاجها الجسم. حلو. الطبيعي. وقلنا في الحلقه اللي فاتت ان مش عايزين اي حاجه يجي لها امراض نغسلها بمعلقه صغيره صابون غسيل، نص معلقه صابون غسيل، معلقه خل كبيره، فصين توم، ونحطهم على لتر ميه ونرش الزرع نفسه. بالظبط كده. نغسله. ورق اللورو بذور ولا شتلات؟ لا، شتلات، وزرعه من البذور صعب قوي. دي متاخده من واحده بيتقص كده وتتحط في التربه اهي، باينه اهي في التربه على طول. مش في الميه الاول. لا. اوكي، بتحطها عقله ولازم تكون محطوطه في مكان دافى بطريقه معينه وكده تروح ضربه. احسن وقت لزراعه ورق اللورا ايه؟ احسن وقت في زراعه ورق اللورا ان انت تاخده اخر الصيف وتدخله من نص الخريف تحت الصوبه بتاعته، هيطلع معاك في اول الربيع شغال. صوبه يعني ده ما يتحطش في البلكونه؟ ده مش هينفع يتحط. لا، ده يتحط في البلكونه لما تربيه، مش لما تخلف منه. اوكي، لا بس انا دلوقتي اشتريه جاهز كده. انت اشتريته كده اهو، احطه في البلكونه عادي بس كده. كل سنه وانت طيب. اسقيه في الصيف كل قد ايه؟ لا، كل ما التربه تنشف. ارجوكم الزرع حطوا صباعك، لقيت التربه من فوق ناشفه اسقيه. ما لقيتهاش من هنا كده لغايه نص العقله بتاعتك. اوكي، وانا جاي عايز اخد منه، انا عايز استخدم منه. انا بقطع الورقه كده. ما هو انت كده حسب بقى، انت هتقطع الورقه ايه؟ بص، ده فرع، بص لي ده فرع جانبي وده فرع جانبي. انا عايزها تكبر كده كتير، حاجه عند القمه الناميه دي، شايفها؟ اهو. ما تقصش، حرام. اهو انا بعملها كده عشان خاطر انا كمان اهو. شايف اهي كده؟ انا خدت ورقه اطبخ بيه وفي نفس الوقت ما اذيتش. طب انا هقول لك على سر كمان. شايف الساق دي؟ انا لو انا دقيتها ورميتها بشوربه، ايه اللي هيحصل؟ بشم الساق. ده اقوى من الورقه. اشكرك، شكرا جزيلا. يعني الساق انا ممكن استخدمه طبعا، دقه زي الليمون جراس. ادقه كده واحطه. طبعا. انا دلوقتي استخدم ده وما ضريتش في دي، خلاص هتروح ضربه جانبي تاني لما اقص من فوق تضرب جانبي. افرض انا بقى عايزه تطول لفوق، هروح اخد من اللي تحت. اوكي اهو. بس لو عايز ازود الورق، لو عايزه تزيد بالعرض اخد من فوق. لو عايزها تزيد على الطول بتاعها هاخد من تحت واسيبها تطول لفوق. بس دي لو زرعتها ما تكملش دلوقتي. لا دلوقتي انا هعمل بيها شوربه. هتعمل بيها شوربه؟ شوربه لحمه. تابعونا بقى سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.